كمان حلو مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد محمود مساعد المدير التنفيذي للنادي للنشاط الثقافي والاجتماعي. طبعا عضو مجلس إدارة 3 دورات 12 سنة متواصلة، وبعدين سبت مجلس الإدارة وعينت مساعد مدير عام النادي للنشاط الثقافي والاجتماعي، اللي هو عبارة عن نشاط ديني، نشاط كشفي، نشاط موسيقى وكورال، نشاط الباليه، نشاط النسائي، نشاط الرحلات. طبعا كل الدعم بنقدر من مجلس إدارة النادي، وهم بعتبر منهم نصهم زمايلي في النشاط، والحمد لله بيقدموا لي كل هون في النشاط لنجاح النشاط. السنة دي قدمنا حفلات ورحلات ترفيهية، وإن شاء الله عاملين 3 رحلات في شم النسيم لأعضاء النادي لشرم الشيخ ومصر وقرية أفريكانو في شم النسيم، والصباحا في شغل للأطفال وألعاب ترفيهية بالنادي، وفي المساء في حدود الساعة 7 إن شاء الله هيحيي الحفل الموسيقي للموسيقى العربية، فرقة أوتار الموسيقى العربية، وبناء على مطلب الناس بنعمل الحفلة المسائية عشان نهدي كل الأذواق. طبعا الأنشطة الثقافية الاجتماعية دي فيها أنشطة للتعليم، منها النشاط النسائي. احنا عارفين طبعا النشاط النسائي عندنا هنا متميز في الأندية، عاملين تفصيل وتعليم الكروشيه وتعليم التفصيل والخياطة وجميع المعروضات بتاعة النشاط النسائي بنستغلها في هذه الأعياد ونعمل معارض ليهم. وفي مسابقات طبعا في النشاط الديني اللي هو طبعا برضه بنتميز فيه، وخصوصا للسيدات والأطفال والرجال. وعندنا نشاط الباليه اللي هو بيبدأ من سن 4 سنوات لحد 12 سنة، ونشاط الفنون الشعبية برضه بنبدأ من 4 سنين لحد 12 سنة. وكل الفرق الفنون الشعبية اللي احنا بنشوفها في مسارح القاهرة دي كلها، لو هتبص حضرتك هتلاقيه في 3-4 من الفنانين والفنانات خارجين من هنا. وطبعا كان خارج من عندنا هنا الفنان المتألق أشرف عبد الباقي، كان في فريق التمثيل وبعدين بقى مخرج هنا، وبعدين ربنا كرمه في أول مسرحية اتاخد فيها كانت خشب الورد مع الفنان محمود عبد العزيز وعبد المنعم مدبولي، ومن ساعتها هو انطلق وخرج من عندنا برضه فنانين. المدرب الفنون الشعبية اللي هو يعتبر مساعد حسن عفيف للفنون الشعبية أشرف فؤاد، والصغير مصطفى وماسك المسرح السامر للثقافة الجماهيرية. وخرج من عندنا هنا برضه أستاذي الأستاذ مدحت شريف، وهو كان عضو مجلس إدارة ومنتج منتج مسرحي وسينمائي، وطبعا كل الناس عارفاه ان هو عمل إعدام ميت وضد الحكومة وأكتر من فيلم. بس واحنا في نادي النصر نرحب بأعضائه وضيوفه إن شاء الله.